يا جماعة الأهلي واقع في 3 مصايب كبار ومحدش واخد باله منهم خالص. كله قاعد مشغول في ضربة الجزاء بتاعت سيراميكا، والزمالك بيعمل ايه وسيد عبد الحفيظ بيعمل ايه. طيب ايه هي أول مصيبة؟ يسترب عمك ترب. احنا يا جماعة لحد دلوقتي لم نقم بإقالة يسترب. ليه؟ عشان عقده فيه شرط جزائي كبير، فالأهلي شايف إن الشرط الجزائي الكبير ده ما ينفعش يدفع، ومخلين المدرب يسترب رغم الأداء الفني السيء جدا والنتائج السلبية. طيب ده مش بيدل على إن إدارة الأهلي عايمة في مية البطيخ؟ يعني أنت لحد دلوقتي سايب مدرب زي يسترب ومش عايز تقيله عشان الشرط الجزائي، وفي نفس الوقت بتضحي بنتائج الفريق والبطولات. يا جماعة احنا أفريقيا طلعنا منها، الدوري مش هناخده. ليه مش هناخده؟ عشان احنا خدناه خلاص. كان في حلقة عملناها ازاي نكسب الدوري في البطولة المجمعة، الحلقة دي هتلاقيها فوق اهي ظهرت. طيب الحلقة دي كانت متمركزة على ايه؟ على فكرة واحدة، ايه هي؟ ان احنا لازم نكسب ماتش سيراميكا وماتش سموحة. كسبنا ماتش سموحة بس اتعادلنا ماتش سيراميكا. يعني هل الشرط الجزائي بتاع يستروب يستاهل تضحي بالبطولات دي كلها وتضحي بفرقة كاملة؟ طيب تمام، ده بيوريك مجلس إدارة الأهلي طريقة إدارته للأمور عاملة إزاي. المصيبة التانية، المصيبة التانية إن أنت لو بصيت على تشكيلة الأهلي أو السكور يعني بتاعه القايمة، هتلاقيهم مدججة بالنجوم. إيش زيزو على بن شرقي على إمام عاشور على مروان قدام على هي على مروان عطية كوكا ديانج. يا نهار أبيض على الأسماء دي، في كل مركز عندك لاعب واتنين. ولكن لو تأملت وبدأت تبص صح هتلاقي إن إحنا في كارثة، وهتلاقي الفرقة فاضية. قولي إزاي؟ بن شرقي عايز يمشي، زيزو مش مرتاح، إمام عاشور وكيلو بيقول إن هو يا يجدد ب60 مليون يا يمشي. مفيش واحد مستقر من الصفقات دي كلها غير تريزيجيه. طيب بص بقى، انت بعت مين؟ تابعت قفشة، وسام أبو علي مشي، بعت عبد القادر، بعت جراديشار. فتخيل لو النجوم الصف الأول عندك بن شرقي زيزو والجماعة دول إلخ إمام عاشور مشيوا، انت يا باشا هتلاقي الفرقة فاضية. هتلاقي الفرقة عبارة عن حسين الشحات، جنبيه طاهر، وراهم ما تعرفش مين، ديانج كمان يمشي، تلاقي نص الملعب فضي. يبقى مفيش حد عندك غير الدفاع. مهاجمين طبعا ما عندكش، هو الدفاع اللي كويس. وبمناسبة الدفاع، هو فين اللاعب الجزار اللي جبناه من البنك الاهلي؟ الراجل ده لحد دلوقتي ما شمهاش. ليه؟ عشان يستروب مش مقتنع بيه. ليه؟ عشان انت مش عارف تمشي يستروب. احنا دخلنا في معجنة ما حدش حاسس بيها خالص. طيب ايه المصيبة التالتة؟ المصيبة التالتة ان انت قطاع الناشئين بتاعك عندك يعتبر ميت. لينا فترة كبيرة ما شفناش اي لعيب من قطاع الناشئين مؤثر راح في الفريق الاول ولعب. الزمالك متصدر الدوري، نهائي كونفدرالية، بيعتمد بشكل كبير وبيطلع مواهب من قطاع الناشئين، والمواهب دي بعد كده تتباع بفلوس. احسن ما تبعتر الفلوس على صفقات ملهاش لازمة، ما تديكش نص المردود اللي ممكن يديهولك قطاع الناشئين بتاعك. عشان الكلام يبقى عملي ويبقى إيجابي لازم نقول حلول. احنا داخلين على موسم الانتقالات الصيفية. أي لعيب من السوبر ستارز اللي انت جبتهم، بن شرقي بقى، إمام عاشور، زيزو، عايز يطلع طلعه بأكبر فلوس تقدر تعملها. هو ده الصح. هتقعد تمسك فيه مش هيصدر لك غير المشاكل. وبعد كده تجيب لعيبة شباب من الدوري المصري وتصعد لعيبة من قطاع الناشئين، ولازم تقيل يستروب. بيع أي لعيبة من السوبر ستار وادفع الشرط الجزائي بتاع يستروب على أساس إنك مش قادر تدفعه يعني. ده يا جماعة الحل عشان يبقى في كلام عملي. موسم الانتقالات الصيفية لازم ما يضيعش علينا، لازم ما نتصرفش فيه بشكل سيء زي ما بنعمل كل مرة. والسلام عليكم.